نعم وحرفيا، وزي ما بنقول بسجارته وكوبايه الشاي قدام ماتش الاهلي الجاي. يعني انت قاعد بتسمع النهارده الماتش وانت متكيف ورايق. مين فيكم كان يعرف ان النهارده الماتش؟ اهلا وسهلا بيك في كلمتين ونص. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتضغط على زر القلب وتدوس فولو وتعمل اكسبلور لو انت في التيك توك. ماتش النهارده ماتش جميل، ماتش هادي، ماتش رايق، ماتش متقسم، ماتش كل واحد عارف مهماته. في حاجة واضحة في الأهلي لها فترة كبيرة، من ساعة ماتش صن داونز بالخصوص اللي هو ماتش الخمسة، اللي هو الخمس تجوان جم فينا من نفس المنطقة وبنفس الشكل تقريبا وبنفس التقنية اللي الجوان دخلت فينا كلها. ازاي؟ وهي ان الكرة بتتلعب للنص، النص مبيبقاش مضغوط عليه بحيث ان قلوب الدفاع مركزين في النص مع راس الحربة او الاتنين نص الحربة، ونص الملعب المدافعين مركزين بيسدوا مع الباكات، فبتبقى حتة النص دي فاضية. مين اللي جه ملاها؟ ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية بالتناوب. بقى أي حد يستلم في النص على طول في عليه ضغط، مش هيعرف يعدل، مش هيعرف يشوط، ولو عرف يعدل مش هيعرف يشوط لأن بيطلع له حد من قلوب الدفاع يقفل عليه فورا التسديد وبيضم الباك بيضم الباك لقلب الدفاع. دي تركات بسيطة. التركات التانية ان المدير الفني للترجي قال لك احنا هننزل مهاجمين. يا حبيبي انت بتقول لي العب عليك مرتدات، طيب ما سهلة، انت قلت لي انا هنزل مهاجمك، انا هلعب عليك مرتدات وهسجل فيه، مش محتاجة حاجة يعني. وفعلا الاهلي لعب مرتدة وسجل منها الجول. المرتدة التانية كهربا وعملها اسيست لحسين الشحات لولا تألق من قلب الدفاع محمد امين توجي بتاع الترجي. باكات الترجي تحس كان عندهم بطء في الارتداد الدفاعي، اللي هو ايه، يا بنرجع دافع، احنا بنلعب والله وخسرانين 3-0 ومحتاجين نجيب اي جول عشان نضغط على النادي، لا هم مترفعين عن الدفاع. محمد هاني اول ما لبس شوط القياده تحسه كان متوتر كده، ايه ده انا القائد بقى، ما كانش فيه اي تعليمات، ما هو القائد في الملعب بيدي تعليمات، بيفوق زمايله، بيدعم زمايله لو هم متوترين. انما انت اصلا منزل قائد هو متوتر، هو متوتر ان هو قائد، هو مش قادر يستوعب ان هو قائد، كنت ودي الشوارع عليه معلش. وبعدين في خط النص، هو انت ليه ما نزلتش مثلا قندوسي وكلنا عارفين وعارفين امكانياته؟ في شويه نقط كده انت ما تفهمهاش. بس نقل الكره الاهلي تيكي تاكا، لعب، استحواذ، هجوم من كل منطقه، لعيبه الاهلي بتضيع الفرص يا جدعان. اللي انا مش عايز اشوفهم في الملعب تاني منهم طاهر محمد طاهر. انا بشوف الكره بتجيله بتعصب، ما تسالنيش ليه ولا ازاي ولا ايه السبب ولا مشكله شخصيه، لا مفيش مشاكل شخصيه مع طاهر يا عم. انا بشوف الكوره بتجيله انا بتعصب، انا خلاص انا مش عايز اشوف الكوره معاك يا عم. انا مش عايز اشوفك بتلعب كوره قدم اصلا. ليه تستلم في 60 متر قدامك؟ يعني ليه تاخد الكوره وتطولها؟ طب ليه ما تلعبش سريع مع زمايلك؟ زمايلك بيفتحوا لك لعب، او مثلا انت ليه مش عارف تفتح مش عارف تلعب زي ما كان بيرس لو موجود؟ اي نعم بيرس لو خامه تانية وماشي تاني، بس انت ليه مش قادر تعمل الاساسيات؟ مش قادر تستلم الكوره وتجري بيها، مش قادر تلعب باص سليم. انت ايه؟ انت ازاي في الاهلي اصلا؟ ايه ده؟ انا مش فاهم ده لحد دلوقتي موجود ليه. واحمد عبد القادر اللي بقى خلاص بقى فاهم، اللي هو هياخد الكوره يجري بيها يعدي من واحد يقوم مطولها على اساس يجري من التاني ويسبقه الكوره بتاعتها منه. اتحفظ تعبان. عايز تحترف يا عم احترف مع السلامه. محدش قال لك لا مع السلامه يا حبيبي دلوقتي خد بعض الكوتين مش عايزينك. حسين الشحات ربنا يحفظك يا ابني، والله اترعبت من الوقعه اللي انت وقعتها والف سلام عليك. وطبعا كنا مبسوطين بكل لعبتنا ومبروك للاهلي الصغير لنهائي دوري ابطال افريقيا. مستنيين بقى اللي هيكسب من دوري صن داونز، وما تنساش فوق القلب